أنا يا رب جوعان. هونها علينا يا أنا رب. جوعانة يا محمود. ومين سمعك يا سعاد؟ أنا كمان جوعان جو. بس هديكي شايفة أمك هتجيبي منين بس؟ واقفين ليه كده يا ولاد؟ تعالوا قربوا علي. أنا جوعانة يماي. وانت يا محمود، انت مش جوعان يا حبيبي؟ بصراحة كده يما. أيوة أنا جوعان. بس أنا مش راضية أقولك علشان أنا شايف أنت هتجيبي منين فلوس. رايحة على فين يماي؟ اجيب حاجة وجه يا محمود على طول. بصراحة كده يا سعاد أمك صعبان علي من ساعة ما أبوك توفى، وإحنا قاعدين كده لا حد بيسأل علينا ولا حد حتى بيقول لنا إحنا فين. أمك صعبان علي جو. لاني حتى بفكر إن أنا أسيب المدرسة وأشتغل لا كيف يا محمود الكلام اللي أنت بتقوله دي؟ أنت ناس أبوك كان دايما بيقول لك هو عاوز يشوفك دكتور. لا إحنا لازم نتعلم وما نشجيش أمنا علشان ننفذ الوصية بتاعت أبوك. كلام دي ما بيوكلش عيش. هتعملي زي أمك كل ما فاتحة في الموضوع إن أنا أسيب المدرسة تقولك دي ما بيوكلش عيش يا سعاد. لأن أبوك هو اللي جاي لأمك دي، وإحنا لازم نعمل بالوصية بتاعته. والوصية بتاعته دي هنعملها كيف؟ إحنا حتى مش معانا حق اللقمة. نتعلم كيف يا سعاد. ما أنت لازم تبصي للواقع اللي إحنا فيه. إن شاء الله ربنا هيطعمنا. ده ربنا ما بيسيبش النملة. أنت ناسي كلام أمك قالت إن ربنا حتى ما بيسيبش النملة تنام جعانة. هيسيبنا إحنا ننام جوعانين؟ لا أكيد إن شاء الله ربنا هيطعمنا من عنده. يمك راحت فين بس؟ عوجت قوي وأنا بطني بتمغص عليا من الجوع. والله ما أنا عارفة يا محمود، كل يومك دي بتطلع برا ما عرفش بتروح فين. تيجي نمشي وراها ونشوف أمك بتعمل إيه. لا إحنا لازم نسمع كلام أمك. وبعدين أمك قالت ما تهملوش البيت واصل. إحنا لازم نسمع كلامها. دلوقتي جاي. ما عرفش أمك كل يوم بتطلع تروح فين. كويس ان انا لقيتك يا ست نور. بقول لك ايه يا ست نور، يعني كنت عايزه اسالك كده على اكل للفروجات. مفيش واكل بيطلع حداكم كده وبيفيد للفروجات؟ عاملة ايه يا احلام؟ انت عاملة ايه وصحتك عاملة ايه؟ عندي اكل للفروجات. انت مربية فروجات؟ ايوه انا مربيه فروجات. لما يفيد عندك اكل للفروجات بشيعها لي، ولا اقول لك بشيعي لي اي حد واني اجي اخده. خلاص ان شاء الله هبشلك على طول الاكل للفروجات. يلا سلام عليكم. كيفك يا احلام؟ عامله ايه؟ ان شاء الله تسلم وتعيش يا ست مسلمه. انت اللي عامله ايه؟ انا الحمد لله كويسه. بقول لك ايه، انا النهارده اسبوع بنت ولدي. ايوه، وعاملين بقى ايه فته كيدي باللحمه والثوم. بقول لك ايه هشيع لك على البيت. يلا روحي بقى عشان لما اشيع لك الاولاد يلاقوك هناك. بجد يا فرج الله تتربى في عز يا رب عقبال ما تجوزيها يا ست مسلمه. انت طيبه يا احلام وتستاهلي كل خير. بقول لك ايه كمان، انا عندي شنطه لما لك فيها الوكل بتاع الفروجات برضه هشيعهم لك ماشي. يلا بقى روحي عشان الاولاد لما يجي يخبط عليك يلاقوك في الدار. ان شاء الله تسلم وتعيشي. الهي يخليهم لك يا رب يا ست مسلمه. على ايه يا احلام؟ ده انت بنتي. بقول لك ايه كمان، انا عندي كمان شويه حاجات كده قصر وحاجات كده على الولاد ولاد ولادي هجيبهم لك برضه. يلا يا حبيبتي روحي بقى. ان شاء الله يخليهم لك يا ست مسلمه. انا مش عارفه والله، احنا داخلين دلوقتي على الشتي والعيال الحاجات اللي عندهم دبت على الاخر. ان شاء الله ما تنضمي ابدا يا حبيبتي. يا بنتي يا عبيطي ما تقوليش كده، ده انت بتربي ايتام. الدور والباقي بقى على عمهم عديم الاحساس. عمهم هو فين عمهم؟ ده مش بيسأل عليهم. ولو حتى لو سأل ادي وش الضيف زيه زي الغريب. الواحد غيره كان على اقل عمل اي حاجه كده ما هو ربنا موسعها عليه. بس يلا هنقول ايه، دلوقتي الغريب بقى حن من الاهالي يا ست مسلمه. أنا هروح وههزقه واقول له كيف سيب ولاد اخوك دي، لازم يعمل لهم شهريه. امال ايه انت اللي منعاني يا احلام. لا يا ست مسلم، سيجي عليك النبي يا شيخ ما تروحي ولا تعملي حاجه. هو اساسا لو كان عاوز يسال على ولاد اخوه كان سأل. خلاص اللي تشوفيه يا احلام. بس هو ربنا هيوريه، والله ربنا ما هيسيبه علشان سايب ولاد اخوه اليتامى كده. يا ربنا يا حاجه ربنا يتولانا. انا هروح بقى وبالله عليكي ما تعوج علينا. ابعت لنا بقى ولا اقول لك انا هاجي معاك علشان العيال جعانين بيني وبينك ما كلوش، ده حتى ما فطروش على لحم بطنهم. ماشي يا بنتي تعالي معاي. قرايب زي قلتهم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا حسنين.
ايه يا حسنين، هو انت مش نازل ولا ايه؟ نازل يا هند، عاوزة ايه؟ ادخلي في الموضوع على طول. ما انت عارف يا حسنين هقول لك ايه. ايه هي غنيوه ولا غنيو؟ هو انا مش قلت لك اعمل حسابك في حسبة 5000 جنيه؟ عملنا يا ست هند وحاططهم لك في درج الكومودين، روحي خديهم. ان شاء الله تسلم وتعيش. بقول لك ايه، هو امك كانت عاوزاك تحت، انا ما عارفش عاوزاك في ايه، ربنا يستر باجة. طب ما تقولي كده يا هند من الاول، عديني يا هند. يا ترى يا حماتي عاوزاه في ايه؟ لا يكون اللي في بالي، والله انزل واتعرف معاكي، اما صدقنا خلصنا من الموضوع ده. ايوه ياما، انت كنت طالعه لي ولا ايه؟ مين حسنين؟ ايه يا حسنين، عوقت عليا يا ابني، اجلكت عليك، شيعت لك مع العيال، عاوزه اشوفك يا ابني. انا ياما كنت مشغول، هعمل ايه بقى؟ ما انت عارفه اكننا مربوطين في ساقه بنلف حوالين بعضين. قولي انت، كنت عاوزه ايه؟ ده انت ما جيتش بقالك يومين عندي يا حسنين، هات يدك يا ولدي، هات يدك. هاتي ياما يدك ياما. ياما بعد كده هتنجلبي على وشك ياما. ايه اللي بيطلعك بس برا الأوضة؟ تعال. هعمل ايه بس يا حسنين يا ولدي؟ انت ولو ما عدتش علي باليومين وبالتلاتة، لا مرتك ولا اولادك ولا حد بيجي حتى يطل علي، هعفن جوه في الاوضه يا حسنين. تعالي تعالي بس ياما، تعالي هنتكلم واحنا واقفين على السلم ده، الغلب دي. فتحت الباب يا حسنين. بفتحه ياما بفتح. خد يدي يا ولدي، يعني مش ناضيه قدامي. هاتي ياما يدك ياما. ايه دي؟ امي اجت اهي. يلا يا ولاد كلوا بألف هنا وشفي، ربنا بيكرمنا. مش قلت لكم قبل كده ربنا ما بيسيبش النملة تنام جعاني. سلام عليكي يما المفهومية، كل حاجة انت بتقوليها صح. انا جعان جعان قوي، وكمان هناكل لحمة. يا سلام يما، انا قديش جعان. كلي كلي يلا يا سعاد. وانت مش هتاكلي يما؟ تعالي جرنا هني. لا يا حبايبي، انا هقعد كده واتفرج عليكم وانتوا بتاكلوا، لكن ما انتوا كلتوا اكنني كلت. لا يما والله ماني واكلة غير لما انت تاكلي. تعالي اقعدي جري هنا. يا رب اللهم لك الحمد والشكر يا رب، أطعمتني وأطعمت ولادي، اللهم لك الحمد. يلا يما انا جعاني. أنا جيت أهوت يا سعاد. في ايه بس يما قوليلي، هو انت على طولك دي كل يوم ترفع يدك للسما وتقولي الحمد لله؟ أيوة يا بنتي، بنحمد ربنا ونشكر فضله عن إنه هو يعني أطعمنا وأمنا، الحمد لله. وبعدين لازم بعد كل واكل وكل شرب لازم نحمد ربنا يا بنتي، لولا ربنا يعني لا كنا كلنا ولا كنا شربنا. الله يخليكي إنا ياما ونتعلم منك. بس يلا بقى علشان جعان، عشان قلت ما هاكلش ولا لقمة غير لما انت تيجي وتقعدي جاري. حاضر يا حبيبتي، كلوا انتوا بألف هنا وشيفة، هجيب مية واجي. أمك دي غريبة الصراحة، كل يوم تطلع كدي وترجع لنا معاها واكل، ما عرفش بتروح فين ولا بتعمل ايه. بس الوكل بتاع النهارده زين قوي. طيب يا غلباوي، وفيه كمان هدوم بره ليكم للشتا يا ولاد، اشكال والوان، لما تخلصوا تطلعوا بقى وتقيسوا ماشي. بجد يما كمان جبنا هدوم. تعيش امي تعيش. يا حبيبي ان شاء الله تسلم وتعيش. يلا يا حبيبي كل بقى. قولي لي بقى ياما، كنت عاوزة ايه؟ بس بالله عليك بسرعة علشان عندي شغل. حاضر صبرك عليا يا حسنين. بقول لك ايه يا حسنين، هي اختك عول ما بتتصلش بيك؟ قطعت سيرتها. لا ما بتتصلش يوم. من اخر مرة اتخانقت يعني انا وجوزها، وهي صف في صف جوزها، وانا مش عاوز اعرفها. ليه كده يا حسنين؟ ليه يا ابني كل ما فتحك في الموضوع بتكسر بخاطري ليه؟ دي اختك يا حبيبي، يعني لازم تسأل عليها، هي لا حد غيرك بعد اخوك احمد الله يرحمه. بقول لك ايه يما، يعني انت ندهانة علشان كده؟ خلاص يما انا ماشي، وقلت لك قبل كده ما تفتحنيش في الموضوع ده تاني. انا ماليش اخوات، خلاص كان لي احمد ومات الله يرحمه، لكن علا دي انا مش عاوز اعرفها تاني. طب خلاص ما تزعلش نفسك يا حسنين، ما تزعلش نفسك يا ولدي. طب ولاد اخوك اخر مرة رحت لهم ماتي. مش فاكر يما بقى، وما توجعش دماغي، انا عندي شغل. ليه النكد اللي على الصبح ده؟ يا ولدي من ساعة ما اخوك يعني الله يرحمه واحنا ما نعرفش عنهم حاجة، جايز يعني يكونوا محتاجين حاجة كده ولا كده. بقول لك ايه يا ولدي، شيع لهم كده وشوف اخبارهم ايه. بقول لك ايه يما، انت كمان ما توجعليش دماغ. قطعت سيرته ومرته دي كمان. يلا الله يسهل لها، الواحد مش عاوز يجيب ويعيد. الله يرحم الميتين. اخس عليك يا حسنين، انت بتقول كده على مرات اخوك؟ ليه عملت ايه احلام؟ يا ريت الناس كلها زي احلام. بقول لك ايه يما، الله لا يسيقك بقى يا انا غلطان يما اللي انا نزلت لك يما.
خلص يوم، لا تجيبي لي سيرة اختي ولا ولاد اخوها تاني. انا خلاص ماليش حد غير مرتي وولادي وانتي، خلاص. طب تعالى يا حسنين، تعالى يا ولدي. يما كفايه كده، خدت من وقتي كتير قوي. لما برجع بقى قفلت لي اليوم من الاول. هي هند ما فيش غيرها، هي اللي مايله دماغه من ناحيه الولاد وامه. منك لله يا هند، يقعد لك يا بنت انت. بس هيقعد لك فين؟ يقعد لك في ولادك، ما هو ولادي. منك لله يا هند. وفيه ايه يا ست انت؟ هو انت مش عاوزه تطلعينا بعيد عن دماغك ولا ايه؟ ليه يعني شايلان على راسك وزعجه ليه؟ مين؟ هند؟ ايوه يا اختي ستك هند. انت عاوزه ايه مننا؟ فيه ايه مالك؟ مش كفايه بناكلك وبنشربك؟ عاوزه مننا ايه تاني؟ قاطره جوزي في الطلعه وفي الداخله. فيه ايه؟ انا جيت جنبك يا بنتي، انا جيت جنبك. عاوزه مني ايه؟ انت نازله تتعاركي معايا؟ بقول لك ايه، امور السهوكه دي ما بتاكلش معاي. ابعد عني وبعد عن جوزي وبعد عن حياتي وولادي، لإلا والله اطردك واقعدك في الشارع. وانتي عارفه انني اقدر اعملها، عارفه ولا مش عارفه؟ قادره وتعمليها يا هند. تبقى تقعدي هنا، لا بتسمعي ولا بتشوفي ولا بتتكلمي، لإلا والله اصفك في الشارع. انتي فاهمي؟ هي ودي اخر انذار ليكي. ما كفاكيش يا هند، ما كفاكيش وقعت بين الاخوات، وانت كنت السبب في موت احمد ابن الله يرحمه. في ايه؟ انت تقصد ايه بكلامك دي؟ انا السبب في موت احمد كيف يعني؟ مش انت اللي رحتي وجبت له مصيبه وخليتيه يتعارك ووقع في الخناقه؟ انت السبب ولا مش السبب؟ هو بيدافع عنك. عمره كنت هعمل له ايه يعني؟ وبعدين هو كان بيتعارك لحاله، ما اخواتي وجوزي كانوا بيتعاركوا، لكن هو عمره كده هعمل له ايه؟ يبقى انت كنت السبب ولا مش السبب؟ اوه انت الكلام معاكي قلة وقفيت. ها اني طالع. اطلع يا هند يا ظالمه. سمعتك بتقولي حاجه، بتقولي ايه؟ لا قلت ولا عدت، بقول لك اقفلي الباب وراكي. احسب. بقول لك ايه، وعقابا ليكي مفيش النهارده فطور. خليكي كده على لحم بطنك عشان بعد كده تبطل الوشوشه بتاعتك كل يوم والتاني. كده يا بنتي؟ طب هاخد العلاج كيف؟ والله مش مسؤوليتي، ما تاخدهوش يا اختي، على الاقل نخلص منك. اعملي ما بدالك يا هند، بسيرك يا مرات الابن تبقى حما. يا رب تشوفي اللي وريتهولي يا هند. هشوف، ده انا ليا الجنه ان انا مستحملاكي، مش كفايه عاميه وبخدمك وبقول خلاص لله، لكن انتي دبور بيزن على خراب عشه. الله يهديك يا علا يا بنتي، انت اللي حوجاني لمرات اخوك المفتريه. انت يا واد يا حسناني عديم الرحمه. مين؟ خالة مسلمة؟ عاملة ايه يا خالة مسلمة؟ هو انت لسه لسانك متبري منك يا ست انتي؟ ليه لساني متبري مني؟ هو انا كيفك ارمي لحمه وعرضي وما اسالش عنهم؟ انت بتقولي ايه يا ست انتي؟ ما تقفي مع دول وتتكلمي عادي. وبعدين انت ايش دخلك في حياتنا؟ انا نفسي افهم، كل يوم والتاني قطراني مفيش غير الموضوع التياه اللي انت بتكلميني فيه، موضوع ست احلام وولادها. ميتك مش مكسوف؟ طب على الاقل اتكسف على شنباتك اللي في وشك اللي يقف عليها الصقر دي. بقى انت موجود ومرات اخوك الله يرحمه احمد اللي ما كانش بيستحمل عليك الهاوى عماله تلم لقمه من هنا ولقمه من هنا علشان تطعمي ولاد اخوك. ملك الصالح، وبعدين هي مش اشتكت لك، لا بتجينا ولا حتى بنشوفها ولا بنعرف عنها ايتها شيء، معنى كده ان هي مصرفة حياتها. انا نفسي افهم بس يا بلد تعبين حالكم ليه؟ حسك عينك اشوفك بتقول ان الولاد دول ولاد احلام، ها؟ لان دول ولاد اخوك لحمك وعارضك، بس اللي يفهم. اللي يفهم بقى، يوم ما تيجي وتخبط على دارها بديها اللي فيها النصيب. هو دي اللي انا اقدر اقولهولك يا ست مسلمة؟ نهارك سعاد. روح يا شيخ، إلهي يذلك لألد أعدائك زي ما أنت زعلان مرات أخوك وولاد أخوك. ايه الموال اللي ما يعلم به الله ربنا دي؟ ايه قفلة النفس على الصبح دي؟ هذا عديم الإحساس وعديم الضمير، واكل حق إخواته، ويا ريته كمان ضميره بيأنبه، لا ده بيقاوح كمان. يا عيني عليك يا بنتي، أنت كمان يا علي مطفشك من الدار. منك لله يا أم حسين. يما خدي هني، أنا ما بحبش دار سيدي. ليش بس يا سعاد؟ ليه يا بنتي بتقولك دي؟ ده دار سيدك يعني جميلة وبترمحوا فيها رمح، وكمان بتقعدوا مع ولاد خالكم. ايوه يما، وبنتهان فيها كمان. قول لي يا محمود، انت كمان ما بتحبش دار سيدك؟ والله يما أنا مش فارق معاي، أهم حاجة إن إحنا ناكله. يا وادي انت يلي همك على باطنك. اهلا يا احلام، انت جيتي؟ ايوه يما انا جيت اهو،
ايه، هم اخواتي لسه ما اجوش؟ لا يا اختي لسه ما جوش. بقول لك ايه، كويس انت جيتي بدري. تعالي عشان تشتري لنا الطلبات من بره قبل ما اخواتك يجوا. اقعد يا واد انت وهي، اقعدوا هنا. وماله ياما، هات الفلوسات وانا هطلع اجيب لك اللي انت عاوزاه. ماشي، خليكي هنا وخلي ولادك دول يتجدبوا ويقعدوا كده في حته، ما يقعدوش يتنططوا. وابنك دي ضرب ابن اختك المره اللي فاتت، وانا كنت ناويه له والله على العالج، بس يلا سيبته علشان خاطرك. ابقى علميهم الجدب شويه. اولاد ياما، اولاد بيلعبوا مع بعضهم، ما تعلقيش ياما. مش حكايه يا اختي بعلق وما بعلقش، اختك زعلت المره اللي فاتت. ابقى علم ولادك الادب وخلاص، فهمتي؟ خليكي هنا، هخش اجيب لك الفلوسات واجي، ولا شوفي لو عايزه تدخلي ادخلي. الولاد قال شوفي ده مين ودول مين، مش ناقصين مصايب، ابوه ما هيسكتش. يما بقول لك ايه يما، خلينا نروحوا. استهدي بالله يا سعاد، استهدي بالله يا حبيبتي، دي ستك، يعني هي ستك هتكرهني؟ هي بتتحدد بس معايا في موضوعك دي. اهو بالمره نشوف خالاتك ونقعد معاهم ونسلم عليهم.